السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى سلام على أحلى مشاهدين، معاكم أم مؤمن. حبايب قلبي ومتابعينا الغاليين، معاكم ام دودي. النهاردة يا حبايبي هنعمل صنف خفيف وبسيط عبارة عن مكرونة بالصلصة، بس طريقة الصلصة جديدة إن شاء الله معانا. وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تعتمدوها في وصفاتكم. يلا حبايبي، المقادير اهيت. معانا زيت وعصير طماطم ومعانا صلصة وخل ومعانا دبس الرمان مكرونة ومكرونه سباكيتي اي بقى نوع حسب أعداد أسرتك يعني، وتوم وملح وملح وفلفل وملح وبابريكا وكمون وبصله و- متقطعه وزبده. وزبدة. هنا حبايبي وهنا حبايبي معانا طاسه حطيناها على النار، نزلنا بمعلقتين زيت ومعاهم قطعه زبده. طبعا هننزل بالزيت الاول، ما ينفعش ننزل بالزبده لان الزبده لو نزلت لوحدها هتتحرق زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا نستنى يا حبايبي عليهم لغاية ما بيسخنوا، علشان يدينا كده النتيجة الصح لما نيجي نشوح بعد كده المقادير. يا جماعة الطريقة دي جميلة جدا، والله 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 لو عملتوها مش هتعملوا المكرونة الحمراء إلا بالشكل ده. طعمها تحفة، يعني مش هتلاقيها حد كتير عارفها، وإن شاء الله هتتميزوا فيها بإذن الله. هنا حبايبي اهي بدأت الزبدة تسيح معانا. هننزل دلوقتي خمس بخمس فصوص كده توم فرمنهم. هنبدأ نقلب فيهم يا حبايبي. بعد ما ننزل التوم ما نسيبهمش عشان ما يتحرقوش. التوم بيتلسع بسرعة، فعشان كده احنا نفضل ايدينا فيه ونقلب باستمرار زي ما حضراتكم كده شايفين. وطبعا لو انت عندك طاسة زي كده لازم تستخدمي سباتولا او معلقة تكون سيليكون كده، ما تجرحوش عشان ما تجرحش الحاجة، لان الحاجة دلوقتي بقت غالية وحرام بصراحة. واحنا بنعمل المكرونه دي حبايبي من غير حاجه. لو احنا عندنا مثلا قطعه لحمه مستويه او قطعه فراخ مستويه ممكن نقطعها وننزلها مع الثوم ده دلوقتي، مع الثوم كمان تتشوح مع الثوم كده تشويحه تاخد من الطعم، من طعم الثوم. اي حاجه عايزه تنزل صدق، اي حاجه ممكن تنزليها برضو، او صدر فرخه بايت عندك ممكن تحطيه، قطعه لحمه. زي ما حضراتكم شايفين الثوم بدأ يصفر كده ويدي اللون الذهبي بتاعنا الحلو. ننزل بعد كده بالخل، حوالي معلقتين خل كبار كده خل، وزي ما تعودنا لازم نسيب الخل شويه يتسبك مع الثوم، وتحسي كده انه الثوم شرب من الخل كده وتقل. تمام. زي ما حضراتكم نقلب كده، نقلب زي ما حضراتكم شايفين. وهنا حبايبي هننزل بعد الثوم على طول مش هننزل بالطماطم، احنا هننزل بالصلصه. ليه؟ لان انا عايزه الصوص يبقى تقيل. لو نزلنا بالطماطم وبعدين زودنا الصلصه هتبقى خفيفه وهتبقى سايطه كده في المكرونه، يعني في الميه ميه الطماطم هتنزل من الطماطم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنتعامل مع صلصه الطماطم عصير الطماطم كانه ميه. مش احنا ساعات لما بننزل يعني نخفف بننزل الصلصه وبعدين نزود ميه. لا، احنا هنزود بدل الميه عصير طماطم. ساعتها بقى تحسي ان الطماطم والصوص كله بقى تقيل كده كانه صلصه في بعضه. ويديكي كمان اللون الحلو بتاع الصوص ده، ويبقى سمكه تقيل، ويبقى سمكه تقيل كده حلو كده، يبقى غامق. احنا نزلنا بحوالي 3 معالق صلصه، وهنستنى شويه كده برضو مع الثوم، مع التقليب برضو كمان مع الثوم لغايه بس ما تتسبك شويه كده سنه والزيت يطلع بقى على الوش بتاع الصلصه. يعني ده معناها انها خلاص كده اتسبكت. هننزل بعصير الطماطم، الزيت يبقى كده اتسبك. ساعتها بقى كله هيبقى تقيل في بعضه. مش هتلاقي الصوص بتاع المكرونه صايص كده ومنزل ميه، لا هتلاقيه كله ماسك نفسه. هنا بقى ننزل بعصير الطماطم. على حسب برضو رغبتك، بتحبي الصلصه زياده بتزودي، بتحبي، وطبعا كميه المكرونه هي اللي بتحدد كميه الصلصه اللي انت هتعمليها. بنقلب برضو كده حبايبي، بنقلب زي ما حضراتكم شايفين. دي حبايبي طريقه جميله جدا للمكرونه، حتى لو انت ما عندكيش اي حاجه وعايز تعملي الطبق ده كده هيبقى طعمه في منتهى الجمال. والله ساعات ممكن تاكليه مع بيض مسلوق، معاكي مثلا بحته بانيه، صدر فرخه، اي حاجه، يعني مش هتتأيدي بحاجه معينه. مفرومه ممكن تحطيها برضو، هتبقى جميله جدا. هنا معانا التوابل، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. يا جماعه لازم الكمون في الوصفه دي، معلقه كمون محترمه يعني كده،
ونقلب. والبابريكا برضه البابريكا بتديها طعم ولون كمان جميل. طبعا، بس يعني لازم في الوصفه دي بالذات الكمون يعني عشان بيبين قوي الطعم، وما يقولوش لا هيبقى طعمه وحش وحاجه، بالعكس والله الصوص ده تحفه تحفه تحفه. واللي بيحليه اكتر احنا هننزل بدبس الرمان، حوالي 3-4 معالق دبس الرمان كده، بيدي مزازه وفي نفس الوقت حلاوه كده. اهو بننزل، تحسي كده الطعم بقى سويت اند ساور كده، بيبقى جميل، بيبقى جميله بجد. حبايبي برضو يعني لو كده، لو مثلا مش متوفر دبس الرمان، ممكن معلقه سكر صغيره. سكر، ما احنا لازم نحط سكر برضو عشان حكايه الصلصه. عشان الصلصه ونقلب كده حبايبي زي ما حضراتكم شايفين. احنا بقى في الاول كنا مقطعين بصلايه قطع صغيره، اول ما الصوص عندنا يتسبك ويبقى حلو كده هننزل بالبصله. اول ما ننزل بالبصله ما يدوبك غلوتين ونطفي النار على طول، عشان البصله تبقى تيجي تحطيها بقى كده على المكرونه تحسي بشكل البصله يبقى باين ومخروشه كده مع برضو مع المكرونه، بيبقى طعمها جميل جدا، مخروشه وتبقى حلوه فعلا. وفلفل ممكن اخضر حامي وفلفل انت زودي بقى، انت بقى واختراعاتك وابتكاراتك زودي. عايزه تعمليها بلحمه مفرومه، عايزه تعمليها بحته بانيه، بصدق، باي حاجه انت زودي، بحته لحمه مسلوقه يعني عاديه، تقطعيها حتت صغيره، تقطعيها قطع صغيره كده تبقى جميله. يعني عايزه تزودي مشروم حطي مشروم، اعملي احنا بنعمل لك الاساسيات، انت زودي بقى وورينا التطبيقات بتاعتكم بقى، ورونا التطبيقات بتاعتكم. انا عارفه ان ده هيتاكل قبل ما يتصور برضو والله. ان شاء الله بالهنا والشفا ان شاء الله. زي ما حضراتكم كده شايفين احنا نزلنا بالبصله، وهنبدا نقلب كده لغايه ما البصله تتسبك مع الخليط كله. هنا حبايبي حطينا ميه على النار وفيها ملح وزيت، ونزلنا بالمكرونه بنسلقها طبعا السلق العادي. هنا حبايبي المكرونه بعد ما سلقناها شطفناها، الصوص الجميل للتحفه ده هنصبينا شويه مكرونه، غرفنا شويه مكرونه في الطبق، وهنبدا بقى نحط الصوص على وش المكرونه. شايفين الصوص تقيل ازاي يا حبايبي، ماسك نفسه جميل ازاي، جميل بصراحه. ومع السخونيه بتاعت المكرونه هيسيح كده، وهيبقى كل مكرونيه متغلفه بالصلصه الجميله دي، طعمه في منتهى الجمال. دي ميزه ان احنا ننزل عصير الطماطم بعد الصلصه، هيطلع معاكي الصوص تقيل وحلو كده، ولونه كمان كده. لو حطيتي الطماطم الاول هيبقى يعني صايد شويه، ولونه فاتح، مش نفس الغمقان كده. عصير الطماطم هينزل ميه كده، احنا مش عايزين ميه مع المكرونه، احنا عايزين صوص بس، احنا مش عاملينها حمرا في حله عشان نحتاج الميه تكمل سواها فيها، لا احنا سلقينها وبنحط الصوص ده على وشها. لو حطينا الطماطم كده هتلاقي الصوص بقى نازل كده في الطبق كده وشكله، وهتلاقيها المكرونه مش عاطيه الطعم اللي المفروض يعني تبقى بيه. وزي ما حضراتكم شايفين كده الطريقه سهله جدا حبايبي، وان شاء الله تنفذوها وتنول اعجابكم، بسيطه اهي، وتورونا التطبيقات قبل ما تاكلوها. انا بقول لكم احنا مستنيين اهو. الف هنا وشفا ان شاء الله على قلوبكم باذن الله. مع السلامه حبايبي، في رعايه الله، مع السلامه.